ازاي تطور نفسك وتبقى نسخة اقوى من نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي انساتي سادتي عزيزي المستمع. اسمع يا نجم، في جملة دايما بنسمعها واحنا مش واخدين بالنا منها. عشان حياتك تتغير انت لازم اللي تتغير. النهارده هقولك ازاي تبدأ تطور نفسك، خطوات بسيطة ان شاء الله، من غير فلسفة ومن غير ما تحس انك لازم تقلب حياتك فوق لتحت. قبل ما تطور نفسك لازم تكون صريح مع نفسك. ايه عيوبك وايه الحاجات اللي بتأجلها كل يوم؟ ايه نقطة ضعفك اللي كل شوية توقعك؟ اقعد مع نفسك نص ساعة بالظبط، اكتب كل الحاجات دي على الورق، لانك لو معرفتش ايه مشكلتك عمرها ما هتتحل. نظف دايرة صحابك اللي حواليك. ايوه يا باشا، الناس اللي حواليك بتأثر عليك فوق ما تتخيل. لو حواليك ناس سلبيين بيكسروا فيك بيحبطوك، هتفضل مكانك من غير ما تطلع اي خطوة. حاول تقرب من الناس اللي عندهم طموح، اللي بيشجعوك واللي بيحفزوك، حتى لو كان واحد بس. اعمل لنفسك روتين بسيط، مش لازم يكون جدول دقيق 100%، لا، بس على الاقل انك تكون عارف هتعمل ايه بكرة وايه اللي مش هتعمله وايه هي اولوياتك. الموضوع ده هيخليك تحس بسيطرة وانك ماسك زمام حياتك. اقرأ كتاب واسمع بودكاست، اتفرج على فيديوهات بتعلمك كل حاجة جديدة ومفيدة. العقل عامل زي العضلة بالظبط، كل ما تمرنه هتلاقيه قوي معاك. وجسمك خد بالك منه كمان، ونزلت اتمرنت كل يوم نص ساعة في اليوم كفيلة انها تغير مودك ومزاجك 100%. بطل تعيش مع جلد الذات، كلنا بنغلط وكلنا بنقع، المهم انك تقوم من الوقعة دي، اتعلم من الغلطات وخدها درس، مش تاخدها عقوبة أبدية. خلاصة، تطوير الذات مش عملية سحرية ولا حاجة بتحصل في يوم وليلة، دي رحلة طويلة، بس أهم خطوة إنك تبدأ. وهتستنى بكرة، بداية بتكون دلوقتي في اللحظة اللي انت فيها دي. قولي في الكومنتات ايه أكتر عادة نفسك تبدأ بيها من بكرة عشان تطور نفسك. متنساش تعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان غيرك يشوف فيديوهاتي، انزل لكم كل ما هو جديد. السلام عليكم.